عايزه ادخل في مرحله شويه في البيت. يعني انتوا قلتوا لي مامي هي اللي اكتشفت صح؟ انتوا الاثنين. السبورت كان عامل ازاي؟ وفي البيت عموما بيتعاملوا معاكم عادي ولا دايما بيقدروا ان في هنا مشكله بتتعالج بالراحه واحنا هنقبل ان النجاح هيبقى انا بس بعدي السنه؟ هم الصراحه متفاهمين قوي معايا. هم اللي هو اصلا صحابي يتخضوا لو انت مامتك مش بتضايق. لا انا مش بتضايق عشان هي بتشوفني وانا بحاول. وحتى لما بحاولش هي بتبقى عارفه اللي هو انا خلاص زهقت واتخنقت. فالصراحه البيت كله بيبقى متفاهم معايا قوي وعارف اللي هو انا عملت اللي عليا. وحتى لو ما عملتش قوي بيبقوا برضه متفاهمين ان انا خلاص مش قادر. نور؟ انا ماما مدياني كل السبورت اللي انا عايزه الصراحه. بس يعني لو على رايي انا عايزه بس هنا في موضوع هي بتديني دروس كتير. ماشي او دلوقتي ما بقوش كتير قوي. زمان كانوا اللي هو درس كل يوم لكل حاجه. وانا من اول يعني انا بتعب. انا خلاص خدت درس النهارده الاقي بعديها بشويه مدرس تاني بيخبط على الباب. ما اكيد علشان تحاول تلحق يعني تحاول تلحقه. ايوه انا فاهم بس احنا بنفرهد قوي من نص درس. يعني التركيز الكتير اللي هو بالذات 1 on 1 كده احلى لينا كديسلكسيا. ما دي بوينت كنت هسأل فيها. هو الدروس عشان انتوا بتستوعبوا اكتر 1 to 1. دي حقيقه بس لازم يبقى حد باصص في عينيكوا كويس وحد بيقول لكم انتوا الكلام. لا لازم مش للفصل كله. لازم يبقى حد فهم ان احنا فهمنا النقطه دي وبعد كده يروح للنقطه اللي بعديها. يعني في الفصل المدرس ممكن يعيد نفس النقطه 10 مرات ومش هفهم عشان هو بيشرحها لحوالي 30 طفل.